بس ليه شركه زي مايكروسوفت برغم ان هي عملت الويندوز موبايل قبل الاندرويد والاي او اس، وكمان هي كانت شركه كبيره ومعاها فلوس كتيره جدا، ازاي ما نجحش؟ هو في الحقيقه المشكله في الموضوع ده يرجع للتصور بتاع بيل جيتس نفسه. بيل جيتس كان شايف ان الموبايلات مش هتنتشر الانتشار الواسع اللي هي انتشرته ده، وكان عنده مبدأ تخلص في التفكير. كان بيفكر ان انت يكون عندك جهاز لكل حاجه، يعني مثلا دلوقتي هيكون عندك جهاز تلعب عليه، وكمبيوتر للتصفح والامور المكتبيه، وكمان التليفون اللي انت هتكلم فيه الناس وانت بره بس. مايكروسوفت وموضوعها او قصه فشلها في ان هي تقدم اوبريتنج سيستم محترم للتليفونات علمنا ان النجاح في سوق التكنولوجيا او النجاح في السوق عموما بيكون مبني على توقع. ممكن التوقع ده يكون صح وممكن التوقع ده يكون غلط، وده يخلينا نرجع لان النجاح اساسا معتمد على نسبه كبيره جدا من الحظ، او بلاش الحظ، هو توفيق ربنا. اكيد الانسان نفسه ليه عامل او ليه نسبه من النجاح او